مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم عن الكونفولجن، عن التشنجات. ايه هو الكونفولجن؟ الكونفولجن ده عبارة عن involuntary contraction بيحصل عندي في العضلات. الانفولانتري كونتراكشن ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب لخبطة في الكهرباء نفسها اللي واصلة للعضلات، يعني المشكلة جاية من الهاير سنتر، من البرين. يبقى التعريف بتاع الكونفولجن هو involuntary contraction of muscle due to abnormal electrical activity in cerebral neuron. الكونفرجن ده حاجة من أشهر وأكتر الحاجات اللي بتحصل في البيدياتريك، وبتكون emergency وبتبقى عاملة لنا مشكلة جامدة. طيب ايه التايبس بتاعة الكونفولجن؟ أول نوع عندنا اسمه تونيك، هم 4 أنواع. أول نوع تونيك، التونيك ده اللي هو ريجيد بوتشر بياخده في الاكسترميتي الأربعة وفي الترانك. ده الشكل بتاع التونيك فيس، هو بياخد ريجيد بوتشر بيتخشب كده في وضع معين. الكلونيك فيس بيحصل فيه ريتميك تويتشنج في المصل. بعد كده النوع التالت اللي هو التونيك كلونيك، ده أشهر نوع فيهم، وده بيبقى ميكس ما بين أول نوعين. يعني بيبتدي بريجيد بوستر ان هو خد وضع ثابت فيه، وبعد كده بيتحول على طول لريتميك تويتشنج. بعد كده المايكلونيك ده اخر نوع، ده بنشوفه في الاطفال الصغيره. بيبقى الطفل الصغير كده مثلا لو انت شايله فجاه يتخشب، فجاه يخش في فليكشن، يعمل صادم فليكشن للاطراف بتاعته، الايديه ورجليه الاتنين مره واحده. طيب بعد كده الديستريبيوشن بتاع الكونفرجن، التوزيعة بتاعة الكونفرجن لما بتحصل ازاي؟ عندي يا اما فوكال يا اما جنرالايز. الفوكال دي بتاخد لي لمب واحد بس في جنب واحد بس من الجسم، يبقى هي بتinvolve one extremity او one side، ناحية واحدة بس من الجسم، ومش مرتبط بيها انه يفقد البيشنت ده الوعي بتاعه. يعني هو not associated with loss of conscious، هو البيشنت بيبقى واعي في الفوكال convulsion. الجنراليزد كونفالجن دي بتبقى شاملة البوث سايد بتوع البادي، يعني هو جسمه كله فيه كونفالجن والبيشنت بيفقد فيها الوعي. يبقى انا عندي ديستريبيوشن بتاع الكونفالجن يا اما فوكال يا اما جنراليزد. الفوكال بيحصل في طرف واحد بس، في لمب واحد او في ناحية واحدة من الجسم، والجنراليزد بيحصل في البوث سايد بتوع الجسم. الفوكال البيشنت عندي فيه بيبقى واعي ما بيفقدش الوعي، في الجنراليزد البيشنت عندي بيفقد الوعي. طيب الديوريشن، يا اما very transit يعني حاجة عابرة جدا بتاخد لها بالظبط ثواني. التشنجات دي بتبقى حرفيا ثانية 2 3 بالكتير. بعد كده حاجة أكبر شوية ترانزايت، ده بياخد few minute، من دقيقة لدقيقتين 3 بالكتير. بعد كده شورت من 5 ل15 دقيقة، وبعد كده لونج أكبر من 15 دقيقة. طيب according للفريكوينسي الكلاسيفيكيشن بتاعه بيبقى ايه؟ عندي اول حاجة infrequent، يعني نادرا لما بيحصل. frequent يبتدي ان هو يحصل بصورة اكبر شوية. very frequent بيحصل كتير قوي. بعد كده عندنا حاجة اسمها status epilepticus، دي prolonged convulsion، يعني الهجمة الاتاك لما بتيجي الاتاك الواحدة بتاخد لها اكبر من 5 دقايق. او very frequent يعني بتاخد لها 5 دقايق مثلا، وتخلص وتتكرر تاني وتخلص وتتكرر تاني، لدرجة ان البيشنت ده ما بيلحقش ان هو يحصل له ريكفري، ما بيحصلش اصلا ان هو يستعيد وعيه ما بين الفيتس اللي بتيجي دي. يبقى الستاتس epilepticus ده prolonged convulsion fit more than 5 minutes or very frequent short fits that recur repeatedly without recovery of consciousness in between. يعني هو ما بيلحقش يحصل له recovery من كتر ما الفيتس جاية على طول ايه ورا بعضها. طيب الإفكت بتاع الكونفولجن ده بتأثر لي ازاي على الجسم؟ بتأثر لي ازاي نيورولوجيكال او ريسبيراتوري او كاردياك او ميتابوليك او هكذا؟ بتأثر لي ازاي؟ في النيورولوجيكال بتعمل لي سيريبرال اسكيميا. انا دلوقتي لما حصل عندي كونفولجن حصل كونستريكشن في كل البلاد فيسل، فحصل لي اسكيميا، حصل لي سيريبرال اسكيميا. ولما حصل كونستريكشن في البلاد فيسل، البرمابيلتي بتاعت البلاد فيسل بتزيد، فيحصل لي إديمة، فيحصل لي هتعمل برين إديمة، ممكن يحصل هيموريج. طيب في الريسبيراتوري بيحصل لي أبنية، أنا عندي كل المصل وقفت، عندي حصل تشنجات، فالماسلز نفسها حصل فيها كونستريكشن وقفت، فيحصل فيكسيشن في البريث، فالبيشنت مش هيعرف يتنفس، فيحصل لي أبنية، هيحصل لي ساينوزس، هيحصل لي اسبيريشن، البيشنت هيشرق، هيبلع ريقه أصلا، ريقه نفسه هيخليه يشرق. كارديوفاسكولار، انا الكونستريكشن اللي حصل في البلاد فيسل ده هيدخلي البيشنت في شوك، ممكن يعمل لي هارت فيلير، هيعلي الضغط، ممكن يعمل كاردياك اريست.
ميتابوليك هيأثر لي كمان إن هو ممكن يعمل ميتابوليك أسيدوزيس، هيحصل هايبوكسيميا، هيحصل هايبوجلايسيميا، الصوديوم هيزيد أو الصوديوم هيقل أو البوتاسيوم هيزيد. المورتاليتي ريت بيكون من 5 ل10% بسبب الأبنية اللي بتحصل أو كاردياك ريست، يعني نسبة أو معدل الوفيات من الكونفالجن يبقى من 5 ل10% بسبب إن البيشنت ممكن يخش عندي في أبنية أو في كاردياك أرست أو برين دامج. طيب ايه الحاجات اللي تخلي البيشنت يخش في سيزرز؟ اول حاجه لو في فبرايل، لو في حمى هو سخن، لو في سي ان اس انفكشن، لو في مشاكل في المعده، لو السيزرز دي لو التشنجات دي هي اصلا كانت اول اتاك في الصرع، يعني البيشنت ده عنده صرع وهو اصلا ما يعرفش، وده اول مره يحصل له تشنجات بسبب ان هو عنده صرع. الrecurrent seizures ده بقى أو الإبليبسي ده disorder في البرين، ليه تأثير نيورولوجيك وليه تأثير كوجنيتيف وسايكولوجيك وسوشيال، وما أقدرش إن أنا أقول كلينيكالي إن ده البيشنت ده عنده إبليبسي غير لما بيكون جاله تشنجات على الأقل مرتين من غير ما يحصل له أي فاكتور أو أي حاجة تستيميوليت إن هو يحصل سيزرز. يعني هو حصل له التشنجات دي من غير أي سبب، مفيش حاجة حصلت عملت بروفوك إن هو يحصل له تشنجات. الإبيليبسي بيكون بنسبة 80% إيديوباثيك ملوش سبب، أو 20% بيكون سكندري ليه أسباب. recurrent seizures الإبليبسي بيكون ممكن بسبب cerebral malformation أو في cerebral damage أو congenital infection أو حصل stroke أو حصل hemorrhage أو حصل brain tumor، حصل trauma، حصل أي حاجة من الحاجات دي ممكن تخلي البيشنت يكون عنده إبليبسي. أو neurodegenerative disorder، neurocutaneous syndrome، أي حاجة من الحاجات دي ممكن تخلي البيشنت يجيله إبليبسي. بعد كده عندنا الفبرايل convulsion اللي هي التشنجات الحرارية، دي بتبقى very common بنسبة 5% في الأطفال اللي هم كان عندهم حمى، يعني عندهم درجة الحرارة بتاع جسمهم عالية لأي سبب من الأسباب، بس السبب ده extracranial infection. يعني ايه extracranial infection؟ يعني أي حاجة في جسمه ملتهبة بس بعيدا عن البرين، المشكلة مش في البرين، يعني عنده زوره ملتهب، عنده مشاكل في معدته، عنده اللوز، عنده أي حاجة بس تحت في الجسم. وفي positive family history، يعني حصل قبل كده في العيلة إنه حد بيجيله febrile convulsion. طيب عشان أقول إن الطفل ده أو البيشنت ده عنده febrile convulsion ده بيعتمد على 5 criteria. أول حاجة إن الإيج بتاع الطفل ده من 6 شهور ل5 سنين، وإن الconvulsion دي حصلت بعد ما البيشنت كان عنده fever من 8 ل 12 ساعة. يعني الأم بتيجي لطفلها بتقولك إيه ده هو جاله التشنجات دي بس هو كان سخن من 12 ساعة تقريبا، فهو دي الكرايتيريا بتاعت الفبرايل كونفالجن. الفبرايل كونفالجن ليها صفات مميزة ليها. أول حاجة هي بتبقى generalized، يعني واخدة البوس بودي، البوس سايد بتوع البودي. النوع بتاعها تونيك كلونيك اللي هو الريجيد، وبعد كده ريتميك تويتش، بريف صغيرة جدا أو فترتها قصيرة. البيشنت الفترة اللي هو بيكون فيها متوه بسبب الكونفرجن دي بتكون قليلة جدا شورت، وبتحصل مرة واحدة بس في الفترة بتاعة المرض. يعني هو عنده فيفر أو عيان بقاله 4-5 أيام، في خلال ال4-5 أيام دول هي الأتاك دي أو الكونفرجن بتحصل مرة واحدة بس. مفيش أي manifestation لل CNS infection. احنا قلنا إيه إن هي extracranial infection، لكن CNS infection لا، هو مفيش CNS infection. بس أهو نعيدها تاني في رقم 5 manifestation of extracranial infection. فعلى حسب المشكلة ايه، على حسب ما انا الكرايتيريا بتاعة الكونفولشن هتكون مختلفة، الصفات نفسها بتاعة الكونفولشن هتكون مختلفة. يعني احنا خلصنا الفبرايل كونفولشن، طب لو انا عندي CNS infection ودخلي الطفل ده في convulsion، الصفات بتاعته هتكون مختلفة. يعني مثلا الفيتس في ال CNS infection بتبقى قلنا مختلفة عن الفبرايل convulsion. طيب بتبقى ايه؟ بتبقى فوكال. احنا قلنا ان في الفبرايل بتبقى generalized، لا هنا في CNS infection بتبقى فوكال prolonged طويلة، بتحصل كذا فيتس during الكورس بتاع الإلنس. لكن في الفبرايل convulsion احنا قلنا بتحصل واحدة بس في الفترة بتاعة الإلنس، لا هنا بتحصل كذا مرة. السن بتحصل قبل ال6 شهور وبعد ال5 سنين.
ف المانيفستيشن بتاعت كل حاجة بتبقى مهمة جدا، لأن كل حاجة فيهم ليها صفات مختلفة عن التانية، فلازم أعرف أفرقهم ما بينهم وبين بعض. ممكن الطفل ده يكون عنده convulsion بسبب ان هو عنده مشكلة في معدته، زي الشجالة والسالمونيلا بيدخلي الطفل في فيفر فهتدخله في convulsion، او لو عنده مشاكل ميتابوليك زي الهايبر او الهايبو ناتريميك ديهايدريشن لو عنده مشاكل في الصوديوم وهكذا. نيجي للإبليبتيك سيزرز. احنا قلنا علشان اقول ان البيشنت ده عنده ابيليبسي لازم يكون جاله اكتر من اتاك مرتين او اكتر، من غير ما يكون في حاجة حفزت انه يحصل تشنجات. المرتين دول بقى يكونوا اكتر، او يعني الوقت ما بينهم اكتر من 24 ساعة. طيب الدايجنوزس بتاع الإبليبسي بيعتمد على الهيستوري اللي أنا باخده من البيشنت، وعلى الليفل بتاع اللوس اوف كونشسنس اللي بيحصل له، يعني هو فقد الوعي بتاعه قد ايه، الاي ديفيشن والسيلف انجري اللي حصلت له يعني الدرجة بتاعتها قد ايه، وبكونفيرم ده بالاي اي جي اللي هو رسم المخ. في بقى international classification معمول epileptic seizures. عندنا أول نوع partial seizures، وعندنا generalized seizures. البارشال تحتيه نوعين، simple partial و complex partial. السيمبل partial ده البيشنت فيه بيكون واعي مفهوش loss of conscious، لا هو واعي فيه، وده ليه تأثير موتور وسنسوري اوتوماتيك وسايكيك. والكومبلكس partial ده الكونشيوس هنا بيحصل له impairment، يعني البيشنت بيفقد الوعي بتاعه. بس الوعي ده ليه درجتين، يا إما بيفقد الوعي بتاعه بمجرد ما تبتدي الأتاك، يا إما بيفقد الوعي بتاعه بعد ما تبتدي الأتاك بشوية، يعني التشنجات بتبتدي وبعد كده بيفقد الوعي. ممكن البارشال سيزرز ده سواء بقى سيمبل أو كومبلكس، أي حاجة من أي نوع منهم يتحول، يعني يبتدي ممكن التشنجات تبتدي بارشال سواء كومبلكس أو سيمبل، وبعد كده تتحول للجنرالايزد اللي هو اللي احنا هنقوله دلوقتي، تتحول للنوع التاني، يعني التشنجات تبقى واخدة النوعين مع بعض. الجنرالايزد سيزر دول أكتر من نوع. أول نوع اللي هو اسمه absence اللي هو البيتت مال، ده تيبيكال واتيبيكال، وبعد كده التونيك كلونيك اللي هو جراند مال، وده أشهر نوع وده الكلاسيكي، الشكل الكلاسيكي بتاع التشنجات، ده اللي هو تونيك وكلونيك وتونيك كلونيك اللي احنا قلناهم في أول المحاضرة خالص، والمايوكلونيك والإنفانتايل سبازم اللي احنا قلناهم برضو، والأتونيك سيزرز. نيجي بقى لنوع منهم. أول حاجة البارشال سيزرز، دي بتحصل في 40% من الحالات، وتكون الأونست بتاعتها فوكال، يعني في لمب واحد مثلا أو في سايد واحد من الجسم. بكونفيرم البارشال سيزرز عن طريق الاي اي جي رسم المخ. البارشال سيزرز بتكون قبليها حاجة اسمها أورا. أورا دي يعني البيشنت بيحس إنه هتجيله تشنجات دلوقتي، بيحس بقى بإبيجاستريك ديسكomfort، بيحس بتنجلينج، بيحس بمشاكل فيجوال أو اوديوتوري أو olfactory disturbance، بيحس إن هو الدنيا ملخبطة معاه وبيحس إن هو هتجيله أتاك دلوقتي. السيمبل بارشال نخش بقى في الأنواع اللي تحتيهم. السيمبل بارشال ده السيزرز بتكون فيه بري ترانزايت بتاخد لها ثواني، وفي حاجة مش موجودة، الحاجة دي اسمها اوتوماتيزمس. الاوتوماتيزمس دي ما بتحصلش في السيمبل بارشال. يعني ايه اوتوماتيزمس؟ يعني مفيش اوتوماتيك ريبيتيتيف موفمنت، مفيش ريبيتيتيف موفمنت في السيمبل بارشال. والموتور اكتيفيتي بيكون يا اما تونيك يا اما كلونيك. الكومبلكس سيزرز، احنا قلنا في الكومبلكس البيشنت بيفقد فيه الوعي، بس الفترة اللي بيفقد فيها الوعي دي بتكون صغيرة قوي، وفي هنا اوتوماتيزمس، في ريبيتيتيف اوتوماتيك ريبيتيتيف موفمنت. وبعد كده بيأكد على حاجة مهمة قوي، ان السيزرز ممكن يبتدي partial وبعد كده يتحول لجنرالايز، يعني بيبتدي فوكال في لمب واحد او في سايد واحد، وبعد كده يحصل له انتشار ان هو يبقى في الانفولف في البوث سايد بتوع البودي. وبعد كده هنقول تاني التعريف بتاع الاوتوماتيزم، ان هي automatic repetitive movement في الشيوينج في السوالوينج وفي اللبس. بعد كده في تعريف اسمه post ictal او تودز بلاريسيس، انه الطفل في الفترة اللي بتجيله فيها الاتاك او في الفترة اللي بيكون عنده فيها سيزرز، بعد ما بيفوق منها هو بينسى ايه اللي حصل، بيحصل له امنيزيا، مبيبقاش فاكر هو كان بيحصل له ايه او حصل له ايه، بيبقى ناسي. بعد كده الجنرالايزد سيزرز،
بيحصل في 60% من الحالات. مفهوش هنا فوكال اونست، يعني ما بيبتديش في لمب واحد، لا هو بيبتدي في الجسم كله، في البوث سايد بتوع البادي، هو جنرالايزد. اول نوع قلنا اللي هو الابسنس او البيتت مال ابيليبسي. ده بيبقى الفترة اللي بيكون البيشنت فيها unresponsive بيكون اقل من 30 ثانية. والنوع الابسنس ده بيكون very frequent، بيحصل من 5 ل30 مرة في اليوم، والايج بتاعه من 5 ل8 سنين. وبيحصل في الحاجات يعني الحاجة اللي بتخليه يحصل هي الهايبر فنتليشن. يعني البيشنت مثلا كان بيلعب كورة، كان بيجري، كانت بيعمل أي اكتيفيتي مدخله في هايبر فنتليشن، فده بيبروفوك إن هو يحصل له سيزر. بعد كده الجنرالايز تونيك كلونيك اللي هو الجراند مال، ده أشهر طيب في أي عمر. بيبقى قبليه حاجة اسمها أورا، اللي احنا قلنا ان البيشنت بيحس ان هو هيجيله سيزرز دلوقتي، بيبتدي بلوس اوف كونشيوس، بيبدأ تونيك، وبعد كده بيفولد باي كلونيك اسوسيشن اللي هو بيحصل ساينوزس وبيحصل اي رولينج، وان البيشنت بيبلع لسانه وبيفقد الكنترول على الاسفنتري. بعد كده المايكرونيك ابليبسي بيحصل فجأة muscle contraction، وبيحصل معاه loss of body tone، وان البيشنت falling forward يعني بيهدف لقدام. بعد كده حاجة اسمها infantile spasm اللي هو epileptic spasm، ده بيحصل في أول سنة من عمر الطفل. بيتميز بحاجة اسمها مايكلونيك جيري، ده الطفل كده لما بتكون شايله فجأة يخش في فليكشن مرة واحدة كده ويتشنج، هو ده الانفانتايل سبازم. ده ليه فيتشرز معينة، ان هو بيحصل والطفل كده بيكون دراوسي، لو انا عشان كده وعايز ينام. السبازم ده بيميل اكتر ان هو يحصل في كلاسترز، في مجموعات، يعني تحصل كذا مرة كده ورا بعضها في مجموعة، بعد كده تقعد فترة ما تجيش. الطفل في الوقت اللي بيكون عنده السبازم ده الوعي بتاعه والإدراك بتاعه بيقف في اللحظة دي، ولما بتروح الشنوجات عادي بيستعيد وعيه تاني. ده ليه تو تايبس. أول حاجة الكريبتوجينيك ده أو الإديوباثيك، ده بيحصل في 20% من الحالات، والطفل في الحالة دي بيكون عنده نورمال هيستوري، السي تي بتاعته سليمة والام ار اي بتاعه سليم، وبيحصل له جود بروجنوزيس وكل حاجة عنده سليمة، بس هو بيحصل له السباسم ده كده إيديوباثيك. النوع التاني اللي هو السيمبتوماتيك، وده بيحصل في 80% من الحالات، وده الام ار اي بتاعته او السي تي بتاعه بيكون فيها ابنورماليتي، بتكون مش سليمه، البيشنت ده بيكون عنده فعلا مشكله، وبيبقى كمان في ابنورمال هيستوري. فهنا ايه الحاجات اللي بتخليني اكونفيرم ان البيشنت ده عنده ابليبسي، او ان انا ابقى متوقعه ان البيشنت ده هيجيله ابليبسي؟ هو الابنورمال هيستوري، حصل له مشاكل في الحمل، الطفل ده حصل مشاكل لامه مثلا في الحمل او وقت الولاده، او في فاميلي هيستوري لحالات حصل لها ابليبسي، او في الطفل ده وانا بعمل له اكزامينيشن لقيت عنده حاجات ابنورمال، لقيت الام ار اي بتاعه ابنورمال، وهكذا. ايه الانفستيجيشن اللي بعملها للطفل ده؟ بعمل له بلاد شوجر، بشوف الكالسيوم، بشوف المغنيسيوم بتاعه، بعمل له ميتابوليك سكرين، بعمل له سي تي، بعمل له رسم مخ. نيجي للتريتمنت. لو الطفل ده الام ار اي بتاعه ورسم المخ بتاعه سليم، واول مره تجيله سيزرز، فما ينفعش اديله انتي كونفالسنت، لان الانتي كونفالسنت ده بديه لحالات تانية. لكن لو هو عنده الام ار اي بتاعه والاي اي جي بتاعه سليم، ودي اول مره تجيله سيزرز، فنوت انديكيتد خالص ان انا اديله انتي كونفالسنت، ما بدلوش ادويه للكونفالشن خالص. ببتدي في الاول لو هو حصلت له الاتاك اكتر من مره، بديله دراج واحد بس، والدراج ده بزود الدوز بتاعته جرادوال لغايه لما يبقى فيه كنترول على السيزر. انا الجول بتاع التريتمنت بتاعي ان انا بمشي مونوثيرابي، بدي دواء واحد بس وبشوف الافكت بتاعه قد ايه. احيانا بضطر ان انا ادي اكتر من دواء، لكن لو الدواء واحد انا مديه للبيشنت وجايب معاه نتيجه وفي كنترول على السيزرز، فبمشي بدواء واحد بس. لو البيشنت ده emergency، انا بدي دواء بدوز عالية علشان اعمل كنترول على السيزرز على طول. لو السيزرز جاية بشكل عنيف والبيشنت ده حالة طوارئ، حالته صعبة، فبديله دواء لودنج دوز، يعني بديله دواء بجرعة كبيرة. طب لو هو نون emergency، ببتدي عادي بجرعة قليلة وبستمر عليها، وبيعمل البيشنت متابعة ونشوف الدنيا هترسي على ايه. طيب
اللي هو جاي لي في الطوارئ مثلا، ايه التحاليل اللي انا هعملها له؟ اعمل له سي بي سي، اشوف البليتلتس بتاعته اخبارها ايه، اعمل ليفر وكدني فانكشن، لان احيانا الليفر والكدني لما بيكون فيهم مشكله او فيهم انفكشن بيدخل لي البيشنت في سيزرز. الديوريشن بتاعت العلاج او الديوريشن بتاعت الثيرابي، يعني التارجت بتاع العلاج بتاعي انه البيشنت ما يجيلوش سيزرز لمدة سنتين، يبقى فري سيزرز for 2 years. ولو انا نجحت في ده فانا كده خلاص نجحت ان انا عالجت البيشنت. طب انا عايزه اسحب منه الادويه اللي انا بديها له، بسحبها بالتدريج، بسحبها من خلال من 3 ل5 شهور. طيب لو انا بدي البيشنت العلاج بتاعه وفجاه حصل تغيير في النوع بتاع السيزر اللي بديله، حصل تغيير في السيمتومز، حصل اي حاجه، فده مثلا ممكن يدل ان حصل له توكسيستي من الدواء اللي هو بياخده. فوقتها بعمل سيرم دراج ليفل، بشوف الدوا ده نسبته في جسمه قد ايه، هو حصل حساسية او حصل اي مشكلة من الدوا ده ولا لا. طيب هو ايه الميكانيزم في اكشن اصلا بتاع الادوية دي؟ الادوية دي بتعمل بتقلل الاكسايتابيليتي بتاعت النيرفس عن طريق ان هي بتشتغل او بتتدخل في الشغل بتاع الصوديوم والكالسيوم تشانل، وبتعمل اكتيفيشن للجابا ريسبتور. طيب زي ايه الادوية دي؟ زي التيجراتول والديباكاين. دي كده كانت المحاضرة بتاعت الكونفولشن، أتمنى تكونوا فهمتوا وأكون فعلا ساعدتكم، وأشوفكم المحاضرة الجاية. سلام.